على قد ما الموضوع حلو ويفرحك قوي ان يبقى في لعيب مصري كمان غير محمد صلاح متألق في الدوري الانجليزي وبيلعب كمان في فرقه من الفرق القويه جدا وتحت ايد مدرب من اهم المدربين الموجود في تاريخ الكوره عموما، مش هقول لك في الفتره الحاليه، ولكن في بعض الحاجات كده اللي تخوفك. يعني مثلا سوابق جوارديولا مع اللعيبه الافارقه. يعني الراجل طه قبل كده سمو ايتو واحد من اهم اللعيبه اللي كانت موجوده في برشلونه لحد ما الراجل تهق منه وراح الانتر. عندك يايا توريه قبل كده اشتكى بشكل كبير جدا من جوارديولا طريقه تعامله مع اللعيبه الافارقه. رياض محرز نفس الكلام. فمش عارف هل جوارديولا خلاص هيراجع نفسه في القصه دي ولا لا. مش عارف. جوارديولا كمان زي ما الدوري الانجليزي تاثر بجوارديولا بشكل كبير، هو الدوري الانجليزي كمان اثر في جوارديولا. يعني جوارديولا من ساعه ما كان في برشلونه عمرك ما هتشوف ان جوارديولا كان بيلعب بمهاجم صريح فينيشر بقى زي هالاند. ولكن دلوقتي هو بيلعب بمهاجم فينيشر صريح زي هالاند. عمرنا ما شفنا ده مع جوارديولا، ولا حتى في البايرن، ولا حتى ايام ما كان في برشلونه، ولا حتى قبل ما يكون موجود في مانشستر سيتي الفتره اللي بدأ فيها مع مانشستر سيتي. ما كانش عنده مهاجم صريح، عمره ما كان بيلعب بمهاجم اللي هو الفينيشر بقى السفاح، المهاجم رقم 9. الشاسيه بتاع هالاند ده ما كانش موجود قبل كده. ولكن شفناه طواعية منه بدأ يغير طريقة لعبه وبيلعب لعيب زي هالاند، وقدر ان هو يوظفه صح، وبيحاول كل مدى ما بيوظف هالاند صح في طريقة جوارديولا. فدي حاجة من الحاجات اللي تقولك ان جوارديولا ممكن يكون كل فترة تفكيره بيتغير. تاني حاجة مقلقاني بصراحة على عمر مرموش في السيتي، وهو جوارديولا شخصيا. جوارديولا كمان من المدربين اللي عنده منظومة. يعني ما عندوش لعيب بياخد الحرية كاملة اللي انا تبقى سايب لك كل حاجة يا معلم انزل برطع في الملعب. الاستثنائين الوحيدين في تاريخ جوارديولا التدريبي كله اللي خدوا حرية كاملة في الملعب هو ميسي ودي بروين.